أرى أمامي رجال جاءوا من معظم محافظات الجمهورية تلبية لدعوة طيبة من الشيخ شامل العريني. أرى أمامي عالم الواجب الحاج علي رمضان والذي شرفنا بالحضور من محافظة الإسماعيلية. كذلك أيضا أرى أمامي أخي الحبيب أستاذ أحمد مسعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أصلي وأسلم على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حقيقة لا يحق لي أن أتحدث في وجود أستاذنا المحترم الدكتور صلاح أبو حري، ولكنها طبيعة العلماء يحبون أن يستمعوا إلى من علموه أو إلى من تعلموا على أيديه. حب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ العبد ما أمر به رسول الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تحدثنا عن حب النبي فقد أحب أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم حبا عمليا. مرحبا يا مولانا، اتفضل يا سيدنا. أستاذنا والله ما ينفعش، اتفضل يا مولانا. ماشي. فمن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الحب سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي خاض معركة من المعارك فانتصر ولكنه عاد حزينا. فقالوا له يا خالد ما لنا نراك حزينا؟ فقال دقوا طبول الحرب مرة ثانية. ليه؟ ما انت انتصرت خلاص. قال فقد فقدت جزءا من جسدي. قاموا يفتشوا سيدنا خالد لقوا سيدنا خالد سليم ما فيهوش حاجة، لا جرح ولا رمح ولا أي شيء، ولكنه قال أعيدوا ودقوا طبول الحرب مرة ثانية لأنني فقدت جزءا من جسد. ايه اللي انت فقدته يا خالد؟ قال فقدت عمامتي. هتعيد المعركة عشان العمامة بتاعتك؟ قال نعم. فلما أعاد المعركة وعاد منتصرا رفع العمامة على السيف، فتعجب الناس. تعيد المعركة ولتبالي بالقتل من أجل العمامة يا خالد؟ عد المعركة تاني عشان العمة بتاعتك. قال لا والله ما أعدت المعركة من أجل العمامة ولكن من أجل ما بداخل العمامة. ايه اللي بداخل العمامة؟ قال فيها 4 شعرات من رأس النبي. ما خافش من الموت ولكنه أحس أنه فقد شيئا من جسده، لأن هذه العمامة فيها 4 شعرات من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فحب النبي في هذا الزمان قل والله. احنا بنقول بنحب سيدنا النبي ولكن ما بنعملش زي ما عمل سيدنا النبي في العفو والتسامح وصلة الرحم وخدمة الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هقول الحديث ده بس وهنهي بيه علشان نعرف ان حب سيدنا النبي تطبيق. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط المستقيم كالبرق الخاطف تشخص الأبصار من نورهم، لا هم نبيون ولا صديقون ولا شهداء
مين دول يا رسول الله؟ مين الناس اللي هيجوا في يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليهم من شدة النور الذي يخرج من وجوههم؟ مين دول يا رسول الله؟ أنبياء، شهداء، صديقين؟ قال لا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، إنما هم رجال من أمتي تقضى على أيديهم حوائج الخلق. أدعو الله أن نكون منهم، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلم والإسلام، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يبارك في هذا الجمع، وأن يخرجنا منه مغفورا لنا. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفنا سويا في بستان العلم، واقتطفنا زهرة من زهرات سنة الحبيب المصطفى مع العلم والعلماء. استمعنا بهذه الكلمة القصيرة التي لا بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة لفضيلة العالم الجليل الشيخ عادل الفضالي. اثناء الكلمة حضر بعض السادة القراء وبعض السادة العلماء، فمعذرة أنوه للمرة الثالثة والرابعة بأن من يعلو منصة التلاوة لا يتعدى 8 دقائق على أقصر تقدير حتى يتسنى لجميع المشاركة. كما نوهت بأن يعلو منصة التلاوة الأكبر سنا والأبعد مسافة.